شعار الدوري المصري حاليا يا عم اضحك محدش واخد منها حاجة. اما التحكيم المصري فبيحاول، بس اللي كلنا مش عارفينه هو بيحاول ايه. المهم انه بيحاول. العدل حلو مفيش كلام، والقانون لازم يتطبق على الكل. الكل قصاد التحكيم المصري سواسية والعملية في بيتها. وزي ما الفاول بيتحسب على الفرق كلها مع ان اللي ارتكبوا لعيب واحد، برضه الكروت سواء انذار او طرد بياخدوا اي حد من الفرقة، مش مهم مين وليه وايه السبب. ان اساس نجاح اي فريق انهم يكونوا مع بعض على الحلو والمر. وده الجديد في قانون كرة القدم الخاص بمصر، والمادة الجديدة اللي أضافها حكم مباراة إنبي والداخلية وليد عبد الرازق في الأسبوع ال 12 للدوري المصري اللطيف جدا، واللي بيقوم بدور المسرح الكوميدي بعد انقراضه من حياتنا. فاول عنيف في وسط الملعب من لاعب الداخلية ضد لاعب إنبي، الفاول مبدئيا يستحق طرد، لكن تقدير الحكم إنها تستحق إنذار. بس ماشي، على عيني وفوق دماغنا قرارك يا عم الناس. جري الحكم جاريه من النوع اللي بتخض، وطلع الكارت الاصفر من جيبه ويلا ناخد لقطه سيلفي، ووصل بالسلامه للعيب الداخليه بنجامين إيشيامبونج، ولسه هيرفع له الكارت. الواد قال له ايه يا عم انت جاي ترمي بلاك عليا؟ ان شاء الله اعدمك ما انا ولا قربت من لعيب انبي اطفحه لو كنت لمسته. ندم عن مين هتروحوا في السن ما دقتوا؟ امال ايه الدم اللي على بقك ده؟ منبه. الصراحه الحكم صدقه، ما هو مش هنقدر نعيش طول ما احنا بنخون بعض على طول كده، ولازم يبقى في شويه ثقه، ومش هنختلف في حاجات صغيره يعني. الحكم قال لهم الكارت طلع ولازم حد ياخده، لانه لو طول بره جيبي ممكن يحمض، ثم انا ما اطلعش الطلعه دي على الفاضي ابدا. عموما انا صايع قديم وما يضحكش عليا، انا عارف مين اللي عملها من الاول بس مدكن، وكنت بختبر امانتكم. كده اللي عملها افريقي، هاتوا لي الافريقي التاني بتاعكم. وهوب جاب اللعيب سادو سمبوري وراح هبده الانذار، والواد واقف قصاده يا عيني في حاله من الاستهلال، واللي طالع عليه انا وبص حواليه لقى باقي زمايله مديرين وشهم من الناحيه التانيه، فعرف انه لابسها فاستسلم، وهو بيحاسبن على كل من في الملعب اللي باعوه في ثانيه، ليظل السؤال من الجاني. الصراحه اللي عمل الفاول اللي يستحق الطرد لا بنجامين ولا سمبوري ولا افريقي اساسا، اللي عمل الفاول هو محمود منصور رقم 12، اللي شاف الفيلم ده كله بيحصل قصاده ولا تهزت فيه شعره، وباع زمايله في لحظه مطبقا المقوله الشهيره عيش ندل تموت مسطور. بس عجبني في الحكم سرعه اخذ قرار تطبيق عقوبه على مين مش مهم، دي شكليات بسيطه، المهم المبدا. سؤال بريء، في اوروبا والدول المتقدمه الحكم والاثنين المساعدين بيلبسوا سماعات عشان يكلموا بعض اثناء المباراه وينبهوا بعض لو في اي مشكله منعا للسياح قصاد الناس. واخيرا الاختراع ده دخل عندنا. بس في سؤال صغير، الحكم اللي قصادنا ده لابس السماعه ودي خطوه عملاقه على طريق البني ادمين، بس يا ترى يا هل ترى بيكلم فيها مين اذا كان المساعد بتاعه ما وصلوش الاختراع ده ومش لابس حاجه؟ يا خوف يا بدران لا يكون بيكلم الحاجه. كله تمام يا معالي الوزير. ايوه يا حاجه.